اهلا بحضراتكم في اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من المدرج. النهارده الحلقه مولعه شويه، عندنا منتخب مصر لكره الصالات، وكمان عندنا الدوري اشتعل اكتر من اي وقت. يلا استعدوا، هنخوض في كل حاجه ونشوف مين اللي يستحق نتكلم عنه في الحلقه دي بالذات. خلينا بس نبدا كده الاول بحاجه محدش واخد باله منها خالص. منتخب مصر لكرة الصالات، منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل للنهائيات كأس أفريقيا 2026. البطولة هتقام في المغرب من 11 لحد 21 إبريل بمشاركة 8 منتخبات. وخلي بالكم المغرب كان حامل اللقب في الفترة اللي فاتت. منتخب مصر بدأ معسكر الإعداد من 24 فبراير وهدف واضح، منافسة حقيقية على اللقب، وده كان واضح من آخر مواجهة للمنتخب. المنتخب قدم ملحمة كروية وتعادل في مباراة الذهاب أمام منتخب كاب فيردي لكرة الصالات بنتيجة 5-5 في لقاء هجومي مثير جدا قبل أن يحسم التأهل في القاهرة بفوز 3-1 ليصعد رسميا إلى نهائيات كأس الأفريقية لكرة الصالات 2026 بمجموع المباراتين 8-6. النتيجة بتأكد ان في منتخب كبير بيعافر وناوي يقدم حاجة كويسة. الحاجة بقى اللي انا عايز اتكلم فيها او اتكلم عنها النهاردة هتفرح اهل اسماعيلية، ان حارس منتخب مصر هو احمد فكري، ابن من ابناء الاسماعيلية، ولد من بلدنا، تعب واجتهد ودلوقتي محترف في السعودية. يعني من الاسماعيلية لمنتخب مصر شرف كبير لازم نفتخر بيه. نروح لمكالمة هاتفية للكابتن عبد الرحمن بودة. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الف مبروك يا كابتن التأهل ومبسوطين بيكم. الله يبارك لحضرتك، والله ربنا يخليك. لله الحمد لله يا كابتن، بنبارك لحضرتك وبنبارك لمصر كلها، فوز مهم وانجاز تاريخي يعني بتعملوه. عايزك تكلمني اكتر عن البطولة. والله الصراحه بطوله صعبه قوي، بالذات الفتره الاولى كانت بعد مثلا سنه ونص سنتين ما بنتجمعش والنشاط كان موقوف، فيعني الصراحه كانت ظروف صعبه قوي قوي قوي، بس الحمد لله يعني فضل ربنا ثم الكابتن نزل رشاد والكابتن معتز بالله والكابتن ايمن عبد الرحمن والجهاز الفني كله. يعني عملوا لنا معسكرين، 3 معسكرات كده بالظبط، يعني في خلال اقل من شهر او اقل من شهرين. الحمد لله ربنا كرمنا يعني واستعدنا كويس. الحمد لله ماتش الذهاب كان يعني صعب شويه، والجماهير وان انت طبعا تكون بقالك فتره كبيره ما بتتمرنش وتلعب ماتشات دوليه، دي حاجه مش سهله. فالحمد لله يعني الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا وعملنا نتيجه ايجابيه هناك، وجينا هنا بفضل الله في بلدنا يعني وعلى ارضنا الحمد لله كسبنا يعني. عايزك تكلمنا عن المباراة هناك يا كابتن. قول لي الاجواء كده كانت عاملة ازاي اول ما بدأتوا؟ الكوتش كان بيقول لكم ايه وانتم مسافرين؟ بص بصراحه يعني طبعا الاستاذ كابتن حماده الشربيني قعد معانا قبل ما نسافر وقال لنا يعني ان خف الضغط من عليكم خالص، وانا عارف ان الموضوع مش سهل، فكره ان انا اجيب لعيبه سواء المحترفين اللي كانوا بره او اللي موجودين في مصر وان فجاه كده من غير تمرينات ولا واللي هو في بطوله وهنلعبها، فطبعا الموضوع مش سهل. لكن انا واثق فيكم وعارف ان امكانيات لعيبه مصر كويسه، وان احنا الروح والقلب طبعا فوق اي حاجه. فالحمد لله يعني الصراحه نزلنا، يعني الاول كان في لعيبه كتير، يعني الصراحه كان في قوام المنتخب القديم يعني اتغير كام لعيب يعني، فطبعا اللعيبه الجديده كانت بالنسبه لها اول احتكاك، فده مش حاجه سهله، بس الحمد لله كانوا رجاله وعوضوا ده بالروح والقلب يعني. دي حقيقة، والكابتن الصراحة عامل مجهود هايل. يعني عايز اكلم حضرتك في حاجة كده يا كابتن، يعني ايه اللي ناقصنا عشان نتأهل لكأس العالم زي ما تأهلنا في 2020؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، بما يرضي الله كامكانيات لعيبه في مصر بسم الله ما شاء الله احنا عندنا مثلا فوق ال 12 لعيب محترفين بره، فاحنا بفضل الله نقدر. 12 لعيب محترفين بره مصر؟ 12 لعيب محترفين بره مصر، دي حاجة كويسة قوي. طب يعني وكمان مش في السعوديه بس، لا في كوريا وفي العراق، فلا في لعيبه منتشره في يعني في كذا بلد، مش السعوديه بس. تمام. طب ايه يعني ايه السر ورا الاحتراف ده يعني؟ نعم. ايه السر ورا الاحتراف في 12 لعيب محترفين خارج بره؟ يعني ايه الأندية هنا فيها مشكلة ولا حاجة؟ ولا هل مثلا اللعيبة دي مؤهلة ان هي تبقى محترفة؟ اصل عدد 12 لعيبة دي محترفين
في كرة الصالات دي عدد كبير. هقول لحضرتك الموضوع ده شقين، اول شق مادي شويه، ان فكره هنا في مصر اللعبه مش واخده حقها ولا ماديا ولا اعلاميا، ده شق. والشق الثاني ان ده بيثبت لك ان اللاعب المصري لعيب كبير ولاعيب جامد، فبيتقلب بره في الدوريات. فاهم قصدي؟ تمام. بس فهو ده اللي يعني اللي هو لا احنا كويسين، احنا محتاجين بس الناس تركز معانا شويه، محتاجين الناس يبقى في سبوت علينا سواء اعلاميا من الاعلام، لان اللعبه دي الصراحه او يعني الدوري المصري يعني ما بيتذاعش. يعني تخيل الدوري المصري بتاعنا ما بيتذاعش. ثاني حاجه مفيش بقى اهلي وزمالك والكلام ده، فعارف لو في فرق زي الاهلي والزمالك وبيراميدز داخله في الدوري ده هيسمع والناس كلها هتبص عليه. يعني كرة الصالات تلعب من غير اهلي وزمالك وبيراميدز؟ طبعا من غير ولا يعني الفرقه بس اللي موجوده الشعبيه شويه، يعني الانديه الجماهيريه اللي هو الاسماعيلي، البنك الاهلي، الاعلاميين. لكن الفرق الدوري الممتاز اللي هي موجوده دلوقتي في الملعب الكبير ملهاش فرقه مشتركه في الدوري. طب من وجهة نظرك هيفرق الفرق دي هتفرق معانا في الدوري؟ طب يا خبر ابيض، الفرقه دي لو دخلت الدوري احنا بقى اعلاميا وماديا اللعيبه هتبطل تحترف، لان هيبقى في دعم مادي وفلوس. انا اسف يعني حضرتك، العقد اللعيب في مصر لو قلته لك حضرتك يعني انا اسف يعني هتضحك. فلا طبعا ما يقدرش يصرف على نفسه ولا على بيته من العقد اللي بياخده في مصر. تمام تمام. طب يعني احنا انت عايز مثلا يبقى في اهلي زمالك بيراميدز، عايز تبقى موجود فيها الانديه دي عشان تاخد حقك حتى في الدوري، او يلعب الدوري بصيغه اعلاميه مباشره. صح كده تمام، ده اقل حاجه. والصراحه بما يرضي الله الاتحاد برضه يقف معانا شويه، يعني بما يرضي الله الكابتن حماد الشربيني بما يرضي الله الفتره دي واقف معانا وما بيسيبناش. لكن في العموم احنا محتاجين دعم من الاتحاد، يعني دعم مادي ودعم معنوي. بس خلي بالك اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. السيد وزير الشباب والرياضه الجديد يعني ان شاء الله احنا متبشرين بخير ان هو يلقي الضوء على الالعاب اللي هي مهدور حقها زي كده، وفي انتظار يعني ان شاء الله حاجه كويسه وخبر كويس. يعني احنا واثقين في ربنا ثم فيه والله، والقامات اللي زي حضرتك يعني بجد استاذ ايمن يعني، وبرنامج من المدرج بامانه يعني تعبنا ومش سايبنا في اي حاجه يعني. لا ده احنا تحت امركم، احنا تحت امر اي رياضه موجوده في مصر. يعني عايز اخد حضرتك برضو في حته التطور شويه يعني. تمام، ازاي نتطور؟ بص هقول لحضرتك، لان انا حلمي كاس عالم الصراحه، يعني انا حلمي كاس عالم، حلمي ان انا اشوف المنتخب في كاس عالم. بص احنا الحمد لله بفضل الله بنروح كاس العالم، يعني احنا من قديم الازل من المنتخبات، احنا من 2020 ما رحناش، واحنا ما شاء الله ما شاء الله بنلعب كاس عالم. وكابتن نادر رشاد وكابتن هشام صالح برضو 2016 جبنا 8 عالم. يعني مصر ما شاء الله كويسه جدا، يعني تاريخيا احنا على طول اول افريقيا وعربيا. الفترات اللي فاتت دي بس بسبب بقى فكره مفيش معسكرات، مفيش اهتمام، عشان كده بقى لنا فتره احنا ما بنتجمعش اصلا. هي دي الفكره اللي بكلم حضرتك فيها. تمام تمام تمام. ان شاء الله انا بوصل صوتي وبشكرك يا كابتن، وبوصل صوتي لاي مسؤول عن الرياضه. لعبه زي كده لابد الاهتمام بيها. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الدوري المصري. ورجعنا لحضراتكم تاني. نيجي بقى للدوري المصري. الدوري المصري السنه دي ولع بجد. ماتشات ممكن تقلب كل الحسابات. الزمالك كسب زد 2-1، ماتش مهم جدا. الفريق كان واضح انه مش هيسيب اي نقطه بسهوله، والصداره من نصيبه مؤقتا. لو الزمالك كمل بالروح دي هيصدع اي حد قدامه يا جماعه. بيراميدز كسب غزل المحله 3-1، 3 اهداف مش هزار. الفريق عايز الدوري بجد، مش مجرد منافس وخلاص. بس السؤال يا معلم بقى، هل بيراميدز يقدر يفضل ثابت على المستوى ده؟ السنه دي مفيش فيها هزار خالص. الاهلي وسموحه 1-0، الاهلي حاليا في المركز الثالث، ودي مش هتفضل كتير. وافتكر كلامي، الاهلي لما يفوق بيظل المعادله الصعبه في الدوري المصري. الاسماعيلي بيخدم الاهلي ويتعادل مع سيراميكا، ماتش كان ممكن يروح في اي اتجاه، لكن التعادل مش وحش برضه للاسماعيلي، خاصه ان هو بيعتبر برضه على خارج ارضه، ملعب قناه السويس خارج ارضه. كان يعني الفريق كان محتاج ثبات شويه.
واحنا عايزين نشوف برضو الاسماعيلي رجع بقى للزمن اللي احنا عارفين. كفايه كده. اخر نص ساعه من المباراه، من مباراه الاسماعيلي كان ممتاز، روح عاليه، يعني كان ممكن نبني عليها كتير. طيب تعال نروح كده الاسماعيليه نسمع ردود افعال الجمهور ونرجع لكم تاني. مشاهدينا الكرام، مشاهدين برنامج من المدرج، نزلنا للشارع الاسماعيلاوي نعرف راي الشارع الاسماعيلاوي عن حل ازمه النادي الاسماعيلي، ولو هو مكان صانع القرار يعمل ايه؟ اتفضل يا حاج. لا مؤاخذة، أنا عايز اللعيبة الموجودة يبقى قلبها على النادي الإسماعيلي. تمام. والناس اللي تيجي تمسك النادي الإسماعيلي، في ناس كتير في إسماعيلية ناس محترمة يجوا يمسكوا النادي الإسماعيلي. تمام. ويبقى قلبهم على الإسماعيلي، لكن اللي هم عاملينه دون مش قلبه على الإسماعيلي. ورجال الأعمال اللي في إسماعيلية المبسوطين، معلش عشان خاطر أهل الإسماعيلية اتبرعوا للنادي بحيث المبلغ اللي عليه ده نسيته عشان يفك الكيد. ما يشوف الفترات اللي كان فيها امين جابو، والفترات اللي كان فيها اسامه خليل، الفترات اللي كان فيها العتاوله العجوز، والفترات اللي كان فيها اسماعيل توتو من السويس، والفترات اللي جابوا فيها خالد بيبو. وشوف الفترات دي كان اسماعيل عامل ازاي، كان مكتسح كل الفرق. انا كنت بشوف القطر وانا جاي من المنصوره للاسماعيليه، اداء القطر مليان كلهم ناشئين جايين من البلاد اجوار الاسماعيليه، لعيبه جايين كانوا كانوا بيجيبوا، وكان في ناشئين. دلوقتي ما حدش بيجري الاسماعيلي، كان الاول كله بيجري على الاسماعيلي، جاي نسمع هيلعب في الاسماعيلي، انما دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب، بس نركز شويه في اللعب ونلعب بجد، ونلعب على حس ان احنا نكسب مش على حس لاعب واحد. الاسماعيلي ما ينفعش مثلا اللي هو يبقى كل سنه بينافس على الهبوط، يعني ده حاجه ما تليش بالنادي الاسماعيلي تماما. بس يعني اللعيبه الناشئين تطور الناشئين بتاعتك، لان انت ده اللي هتعتمد عليه بعد كده اصلا، لان انت الموارد بتاعت النادي بقت قليله. وبعدين الناشئين اللي طالعين جوده مش احسن حاجه، يعني احنا شفنا الزمالك لما طلع 2 ناشئين، الناشئين كانوا قادرين يسدوا سندوا شويه. سندوا مع الفرقه شويه. بس لكن انت هنا الناشئين لما بيطلعوا، انت الفرقه كل شويه بتبقى انت دلوقتي اخر الجدول ومعاك 11 نقطه. التعادل بتاع سيراميكا امبارح يعني كانت صدفه شويه، ما كانش يعني انت كنت نازل على اساس ان ايه سيراميكا هتكسب خلاص. بس الاسماعيلي نادي كبير، وطبعا لازم يتدخل المحافظ ويتدخل الناس دي طبعا، لان عشان الاسماعيلي عاوز امكانيات. محتاجين مجلس اداره يفك لنا القيد، ومحتاجين لعيبه، محتاجين ان النادي يبقى فيه مدرب كويس واداره كويسه. عايزين نشوف يعني النادي يبقى كويس، عايزين بلدنا ترفع بالنادي عشان تمام. في ناس كتيره بتحب الكوره، صح. فعايزين نشوفوا زي نادي الزمالك، زي نادي الاهلي، زي والله محتاجين الجماهير تقف وراه يعني، وتساندوا الفتره ديت يعني، والموسم الجاي لازم نسعى ان احنا نحل يعني جمهور الاسماعيلي حاجه مفرحه. جمهور الاسماعيلي بيفهم كوره. بص بقى، الدوري السنه دي مش يعني ماشي بخطى مستقيمه، كل جوله بتغير حسابات خالص في الدوري. اللي يكسب يطلع فوق، واللي يتعادل يبعد شويه. مفيش حد مضمون، او مفيش حاجه مضمونه في الدوري. مفيش حد يقول لي خلصت بدري. المنافسه بقت حقيقيه، كل اسبوع نتيجه ممكن تقلب الدنيا، وده اللي مخلي الدوري مولع. بتروجيت بيعرقل صحوه الاتحاد 1-0. المصري ومودرن السنه دي، يعني المصري السنه دي ماشي بخطى ثابته، يعني وبيكسب مودرن. كل مباراه بيتعامل المصري بطريقه احترافيه، وده اللي مخليه يفوز، او خلاه فاز 1-0 او فاز في الماتشات اللي فاتت. ومعانا مداخله من الاستاذ من الدكتور عبد الله النجار، عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاسماعيلي. يا دكتور اهلا بيك، اهلا وسهلا، تحت امرك. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله زي الفل، الحمد لله. طمنا على حضرتك يا دكتور. بخير حال والله يا كابتن، الحمد لله. ربنا بس يحفظ لنا الاسماعيلي، وربنا يا رب يقف معانا ويساندنا عشان يعني يتخطى النادي الاسماعيلي من الكبوه اللي وقع فيها ان شاء الله. اللهم امين يا دكتور، اللهم امين. دكتور، ايه الجديد في اسماعيليه؟ والله الجديد في اسماعيليه انه احنا سعداء جدا بالتعادل 1-1. يعني معقوله وصل بينا الحال ان احنا بنبقى سعداء بالتعادل يا كابتن؟ معلش احنا يعني احنا الاسماعيلي معقوله وصل بينا الحال ان احنا نقول سعداء بالتعادل؟ الاسماعيلي كبير. الاسماعيلي كبير، بس احنا كنا في كبوه والحمد لله، يعني الكبوه ان شاء الله في طريقها الى زوال،
واحنا دلوقتي ان شاء الله بنمشي خطوه لقدام، يعني خطوه ستيب باي ستيب كده ان شاء الله نتخطى كل المشاكل والكبوات اللي بتعترضنا، وان شاء الله سننطلق باذن الله بفضل الله وفضل طبعا الاداره الحكيمه ان شاء الله واللجنه المؤقته اللي حاولت توفر ظروف هادئه وظروف طيبه ومع المدرب طارق العشري ان شاء الله احنا بنتفائل خير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. تفتكر الماتشات اللي جايه هتبقى صعبه شويه ولا احنا خلاص كده يعني ابتدينا زي ما انت حضرتك بتقول دخلنا في الاجواء ستيب باي ستيب وان شاء الله الماتش اللي جاي فوز يعني؟ ايوه ان شاء الله الماتش اللي جاي فوز باذن الله وننطلق بعد كده. هم بس الولاد عشان صغيرين في السن شويه والخبره قليله، لكن هم كانوا محتاجين فوز او تعادل، فربنا كرمنا ان شاء الله بالتعادل وان شاء الله نبدا في مسيره الفوز باذن الله. الولاد مجتهدين ما شاء الله عليهم وبيبذلوا مجهود عالي جدا، وان شاء الله يعني يتفوقوا على انفسهم ويتفوقوا على خصومهم ويعترضوا ويعدوا كل الكبوات اللي تقابلهم باذن الله. عايز حضرتك تطمني على الايام الجايه كاداريا، الاسماعيلي كاداريا. اللجنه موفره يعني دلوقتي موفره جو هدوء خالص، دي حاجه كويسه. بيبعدوا او بيبتعدوا تماما عن التصريحات اللي هي التصريحات الناريه او اللي قد تثير مثلا حفيظه اي حد من الجمهور اللي هو متشوق جدا انه يشوف الاسماعيلي مثلا في المربع الذهبي او بينافس على البطولات. فالوقت دلوقتي في هدوء تمام، موفرين لهم الجو الهادي. ما انا بقول لحضرتك دي حاجه كويسه جدا، حاجه حتى مفيده للنادي ويطلعوا كل الطاقه اللي عندهم في الماتشات باذن الله. ما دي حاجه كويسه ودي حاجه مفيده للنادي، حاجه مفيده للجهاز الفني ان هو يقدر يتعامل مع اللعيبه او يقدر يحفظ اللعيبه زي ما بيقولوا، انه يبقى فيه هدوء، يبقى ما فيش اخبار متداوله، لان الاخبار الصراحه يعني يا كابتن بتعمل حاله وحشه خالص في اسماعيليه. طبعا هو اهم حاجه الاستقرار الاداري، وده بينتج عنه استقرار نفسي واستقرار في حتى في التفكير كمان. فاحنا كل الامور دي بتكون حافز للعيبه وللجهاز الفني ان هم يحطوا الولاد كل واحد في مكانه ويحفظوهم انت دورك ايه وانت هتعمل ايه، بحيث اللاعب يعني يبذل كل طاقته في انه يكون حريص على الفوز في المباريات اللي جايه باذن الله. باذن الله يا كابتن. تفتكر مجلس الاداره يقدر يفك القيد؟ والله مجلس الاداره لوحده مش هيقدر، احنا بنناشد. طب ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ احنا بنناشد السيد الوزير. لا السيد الوزير بص، بالنسبه يا دكتور بالنسبه للوزير وبالنسبه للمناشده وبالنسبه لكل ده، سياده الوزير والحكومه والناس دي مش مقصره بحاجه خالص عن الاسماعيلي، وده دليل ان هو بيغير لك مجلس اداره، حول لك الراجل الثاني للتحقيق للاتحاد وادى قرض للزمالك، يدينا 200 مليون قرض وبياخدهم مننا مفيش مشكله، بس المهم ان احنا نستطيع فك القيد يعني. علشان نقدر نشتري لعيبه، يعني احنا عايزين الدوله تقف جنب النادي الاسماعيلي ما هي بالفعل واقفه يا فندم، الدوله واقفه. هي القضيه مش في الدوله، يعني احنا لو هنحط العبء على الدوله يبقى برضه يعني معلش، يعني النادي الاسماعيلي كبير، نادي جماهيري ونادي عنده رجال اعمال ونادي عنده كوادر ونادي عنده ده اول افريقيا يا فندم. فالدوله عملت لك اللي هي تقدر عليه. تمام يا فندم، بس هي الدوله ادت الانديه الثانيه قروض وما ادتناش قروض يا فندم، واحنا في امس الحاجه دلوقتي الى قرض عشان نفك القيد يا كابتن. احنا طب ليه مجلس الاداره ما قالش الكلام ده؟ ليه مجلس الاداره ما طلبش؟ مجلس الاداره طلب قبل كده كتير ويتمنى وطبعا كتير ازاي وهو معين يا فندم من ماتشين فاتوا. مجلس الاداره اللي موجود ده معين من ماتشين فاتوا. تمام بس احنا برضو محتاجين الوزاره ومحتاجين الوزير الشباب والرياضه ان هو يقف معانا
لحد لما نخطي الكبوه اللي احنا وقعنا فيها دي. انا معاك برضو وان شاء الله الاسماعيلي يفوق من كبوته برجاله وبكوادره. بشكرك يا دكتور، بشكرك يا دكتور على المداخله الجميله دي. طيب الاسماعيلي كبير، الاسماعيلي ان شاء الله يعدي برجاله، يعدي بكبوته، يعدي بمجلس ادارته المعين، يعدي بجمهوره. ان شاء الله الاسماعيلي يبقى في حته تانية. في حاجه كده عايز اقولها لحضراتكم، حاجه يعني هي هخرج عن النص شويه بس لازم اقولها. من ايام كنت مدعو لحضور دوره رمضانيه في مركز شباب ابو صوير. كان في استقبالي طبعا سياده النائب احمد حماده رشدي رئيس مجلس اداره نادي ابو صوير. كان حاجه مشرفه جدا، حاجه كده جميله جدا. انا رحت اجواء رمضانيه هايله، اتفرجت على مباراه جميله، مباراه كان فيها جمهور، مباراه كان فيها كده 2 معلقين. معقوله يعني دوره رمضانيه مباراه كده زي الحاجات الاوروبيه. كان فيها 2، انا حتى فاكر اسامي ال2 المعلقين. دي حاجه كويسه قوي، حاجه اتمنى المسؤولين او اي حد مسؤول في الرياضه يروح يزور الحاجات اللي زي كده وياخد له 2 لعيبه ولا حاجه. بشكر حضراتكم، كنت معاكم ايمن هاشم ببرنامجكم من المدرج.